من جارية مجهولة النسب لسلطانة مصر. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة هي شجر الدر. اختلف المؤرخون على أصلها ونسبها، فاللي قال عليها إن هي تركية أو أرمنية أو شركسية أو من البدو، بس اللي أجمعوا عليه إن هي كانت حلوة جدا وذكية ذكاء خارق. كل ده خلى الملك نجم الدين يعجب بيها ويشتريها، وسماها شجر الدر. نجم الدين كان بيحب شجر الدر جدا لدرجة انها ملكت قلبه وعقله، وبقت ام ابنه. رافقته في فترة اعتقاله سنة 1239 في الكرك. بعد كده لما رجعوا مصر اتجوزها جواز رسمي سنة 1240، وخلفت منه ولد اسمه الخليل. من حب نجم الدين فيها كان بيسيب لها كل شؤون الدولة، لدرجة ان هي كانت بتحكم في السر في حضور جوزها وفي العلن في فترة سفره. سنة 1249 اتوفى الملك الصالح في وقت كان حرج جدا، وقت دخول الصليبيين مصر بقيادة لويس التاسع. شجر الدر استدعت فخر الدين يوسف قائد الجيش وقتها ورئيس القصر جمال الدين، وقالت لهم ان الملك الصالح اتوفى، ومصر دلوقتي في موقف صعب جدا، انها من غير حاكم، وفي غزو خارجي متجمع في شمال مصر. في الوقت ده ظهرت حكمة شجر الدر. اتفقوا انهم يخفوا خبر وفاة الملك الصالح علشان ما يضعفوش معنويات الجيش، وطبعا علشان ما يهتموش بمين يتولى العرش بعد وفاة الملك. لاحظت شجرة الدر ان خبر وفاة جوزها قرب ينكشف، اصدرت امر سلطاني بتجديد عهد السلطان الصالح ايوب وتنصيب ابنه توران شاه ولي عهد السلطة المصرية. خبر وفاة نجم الدين وصل للصليبيين في دمياط، وقتها قرروا يسيبوا دمياط ويتوجهوا للقاهرة. وهم رايحين القاهرة هجموا على الجيش المصري في المنصورة، وناس من أهل المنصورة اتطوعوا للدفاع عنهم وعن بلدهم، وبقت معركة المنصورة المشهورة. المماليك في الوقت ده حاصروا الصليبيين وقفلوا الشوارع ومعرفوش يهربوا، وانتهت المعركة بهزيمة الصليبيين. مدامش حكم توران شاه كتير لأنه كان فاسد، بدأ يبعد رجال الدولة اللي عندهم كفاءة عالية ويعين مكانهم ناس عاديين ما عندهمش أي كفاءة لمجرد إن هم يوافقوا للرأي بس. توران شاه بدأ يهدد شجر الدر ويطلب منها ثروة أبوه. قالت له إنها صرفت كل الفلوس في شؤون الدولة ساعة الحرب. استفزازه وصل للمماليك البحرية لحد ما اتقتل على إيد أقطاي. بعد كده كل المصريين وافقوا على تولي شجرة الدر شؤون البلاد، وأول حاجة بدأت بيها إن هي تمشي الصليبيين من البلد. طبعا عملت مفاوضات مع لويس التاسع اللي كان أسير في المنصورة، اتفقت معاه على تسليم دمياط وإخلاء سبيله هو واللي معاه مقابل فدية 800,000 دينار، نصها قبل ما يمشي من مصر والنص التاني بعد ما يوصل بلده. شجر الدر كان عهدها زاهر جدا، وكان عندها عقل وذكاء وعارفة شعبها محتاج ايه، وكانت عارفة تدير شؤون الدولة كويس. بس كتير جدا عرضوها في البلد وخارجها ازاي واحدة ست تحكم البلد، فخرجوها بمظاهرة وعرضوها ووقفوا قصادها. وكتير جدا من العلماء وقفوا قصادها وقالوا ان جلوس مرأة على عرش مصر ده مخالف للشرع. وقتها اخدت قرار ذكي جدا انها تتجوز عز الدين ايبك، وبكده طبعا الناس والعباسيين اللي كانوا معترضين بالجواز ده اكيد مش هيبقوا معترضين. قبل الجواز اشترطت على عز الدين ايبك انه يطلق مراته وانه يتخلى عن ابنه المنصور، وحرمت عليه الزيارة خالص، وما عادش يعبرهم ولا عاد يشوفهم. أطلق عليه اسم الملك المعز. ساعدت عز الدين أيبك في التخلص من فارس الدين أقطاي، كان من أشرس القادة المماليك في عصره، وكانت كلمته مسموعة ما بين الجيش والجنود. وبعد ما تخلص من أقطاي أمور البلد بقت في إيديه، أو بمعنى أصح بقت في إيد شجرة الدر. شجر الدر بلغها إن جوزها عايز يخطب بنت الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. طبعا العلاقات بدأت تتوتر بينها وبينه، ازاي جوزها اللي وثقت فيه يتجوز عليها؟ عايز يعمل ايه هو بقى؟ يمشيها من قصر القلعة لدار الوزارة في القاهرة، طبعا عشان يهيئ القلعة للعروسة الجديدة. في الوقت ده شجر الدر اتجرح مشاعرها قوي، طلبته عشان تتكلم معاه. اتعاملت معاه بكل لطف، حاولت تفهمه ان خلاص الموضوع عادي جدا ولا كأن حاجة حصل. فضلت تطمنه لحد ما هو اطمن ودخل الحمام. دخل عليه 5 رجال من رجالها الأقوياء، ضربوه لحد ما مات، ونزلوا منشور انه الملك مات بشكل مفاجئ. الناس طبعا ما صدقتش، ده ما قعدش على عرش مصر غير 80 يوم. حاولت تقعد اي حد من المماليك على عرش مصر علشان يبقى حماية ليها،
لكن كل محاولاتها فشلت. محدش من المماليك صدق إنه مات فجأة. المماليك قبضوا عليها وخدوها ودوها لمرات عز الدين أيبك. خدتها مرات عز الدين أيبك وأمرت جواريها إن هم يقتلوها ويضربوها بالأبائيب لحد ما تموت. قعدوا يضربوها على راسها لحد ما ماتت، ورموها في الآخر من فوق سور القلعة. ما اتدفنتش غير بعدها بفترة. ماتت شجرة الدر بعد ما عاشت مكرمة وعندها نفوذ، بس في الآخر ماتت موتة ذليلة مهانة.